مساء الخير عليكم. عم زينهم بيحييكم في زينهم في الترند. طبعا قبل اي حاجة واي كلام انزل بسرعة اعمل لايك واعمل كمان سبسكرايب، لان حلقة النهاردة عبارة عن صريخ ضحك. وطبعا انتوا عارفين ليه؟ لان النهاردة حبيبي الملايين وحبيبي انا شخصيا طلع عمل مؤتمر في مكتبه، وكلنا بلا استثناء بنستنى المؤتمرات والاجتماعات والتصريحات اللي هو بيعملها عشان نغير مودنا ونضحك من قلبنا على اللي بيحصل جوه العزبة. لان من شوية طلع علينا صاحب العزبة قال ايه؟ عايز يفتح حزب سياسي، واكيد من غير تفكير هيكون اسمه ايه يا ولاد؟ ايوه صح، حزب البوابين الاحرار. فسرحت كده بخيالي وقعدت اتخيل شكل الاجتماع هيكون ازاي، فقلت اطلع ونتخيله مع بعض. يلا بينا يلا بينا. الاجتماع الاول لاعضاء الحزب الجديد، اول حاجه سأل عليها وهي عربيه البليله فين، عشان بعدها بدأ الكلام. فلقى عضو بيتكلم مع التاني فقال له انت يالا وربنا لا جيبك بلبوص، عشان بعدها يبص حواليه فشاف عضو بيضحك فقال له بتضحك على ايه يا بيه؟ ده انت سيدهاتك معايا، فاكر امك يالا لما كانت بتشتغل خدامه عند محسن السمكري؟ ها؟ لسه بيكمل كلامه فلقى عضو بيهرش في دماغه فقال له انت يا بيه انت جاي صالون الحلاقه بتاع امك اياك، ده انتوا اعضاء ما ينفعش معاكوا الادب. وراح ساحب العصايه وطلع يجري وراهم. بصراحه ما عرفتش اتخيل الاجتماع غير بالشكل ده. دمتم مضحوكه. اقول لكم على حاجه كمان، سديتوا نفسي. طب والله العظيم تاني ما انا مكمل الفيديو. سلام.